النهاردة هنتعلم مع بعض فعلين من أهم الأفعال عندك في اللغة الفرنسية، وهو verb être اللي هو بمعنى يكون، وverb avoir اللي هو بمعنى يملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مسيو محمود عباس، أستاذ اللغة الفرنسية للثانوية العامة، وأنت بتتفرج على سلسلة شرح دروس اللغة الفرنسية للصف الأول الثانوي. لو أنت ما اتفرجتش على الحلقات اللي فاتت هتلاقي لينك في صندوق الوصف في الدروس مرتبة. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يجيلك الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. بس قبل ما نبدأ انزل اعمل كومنت صلي فيه على سيدنا محمد عشان ربنا يكرمنا بإذن الله. اول فعل عندنا اللي هو verb être. طبعا verb être اللي هو بمعنى يكون. الفعل ده بمعنى يكون زي verb to be في الانجليش. طيب الفعل ده ما بينتهيش بالER، اذا الفعل ده مش مجموعة اولى. طب بيتصرف ازاي؟ تعالوا نشوف كده تصريف verb être. تصريف verb être اللي هو je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. طيب احنا بنستخدم verb être ده في اول حاجة ان احنا بنتكلم عن الوظائف. لما بنتكلم عن وظيفة بنستخدم verb être. يعني مثلا لو انا بقول انا اكون مدرس اقول je suis professeur. لو انا عايز اقول مثلا انت تكون طالب اقول لك tu es élève. tu es élève. عايز اقول هي تكون تلميذة اقول elle est élève. elle est élève. عايز اقول هو يكون طبيب اقول il est médecin. il est médecin. اذا بنستخدمها مع الوظائف، وكمان بنستخدمها مع الجنسيات. يعني عايز اقول مثلا انا اكون مصري اقول je suis égyptien. je suis égyptien. ممكن اقول nous sommes égyptiens. احنا مصريين nous sommes égyptiens. وممكن كمان بنستخدمها مع الصفات. بنستخدمها مع الصفات لو انا هوصف حاجة استخدم verb être. مثلا عايز اقول البنت تكون اجتماعية هقول la fille est sociable. البنت تكون اجتماعية. تعالوا نشوف مع بعض حل اسئلة على الدرس ده، وما تنساش تتابع الفيديو للاخر عشان تراجع الكلمات وتعرف تحل القواعد كويس. تعالوا نشوف مع بعض حل التدريبات. اول سؤال بيقول لي جو نقط كونتون. كلمة كونتون اللي هي بمعنى مسرور طبعا هتبقى جو سوي. جو سوي كونتون. انا اكون مسرور. رقم 2 منى نقط بيتيت. منى بتكون صغيرة. اذا طبعا منى بتساوي ال في التصريف في الضمائر، اذا نختار او اس تي. منى اي بيتيت. تو نقط إليف. انت هل انت تلميذ؟ طبعا هتبقى تيي اللي هي الأولى. تيي إليف. إيل نقط إيجيبسيان. إيل طبعا يؤسسي يبقى إيلي إيجيبسيان يعني هو يكون مصري. رقم 5 نو نقط إيجيبسيان. تمام هتبقى نو صوم. نو صوم إيجيبسيان. فو نقط فرنسي. تمام هتبقى فوزات. فوزات فرنسي هل أنت فرنسي أو هل حضرتك فرنسي. سامي أحمد نقط دوزامي. طبعا سامي وأحمد ده بيساوي إيل أفيك إس في التصريف، إذا أختار سون اللي هي التانية. سامي أحمد سون دوزامي بيكونوا أصدقاء. زوي فانسون نقط إليف برضو ده بيساوي إيل أفيك إس، إذا أختار برضو سون. ياسمين نقط ابسونت. كلمة ابسونت يعني غيبة. ياسمين بتكون غيبة، اذا اختار اس تي. ياسمين ات ابسونت. رقم 1 بيقول لي جي نقط إليف. تمام هتبقى جو سوي. جو سوي إليف. تو نقط فرانسيز. تمام هتبقى تيي اللي هي التالتة. تيي فرانسيز. سي نقط انا مي فرانسي. اعرف سي ابوستروف على طول بيجي معاها اي اس تي اللي هي الاخيره، ودي بيبقى معناها هذا او هذه. سي ان امي فرنسي هذا صديق فرنسي. رقم 4 ال نقط إليف. ال تمام هتبقى التالتة اي اس تي إلي إليف. 5 نو نقط دو فرير. تمام هتبقى نو صوم. نو صوم دو فرير احنا بنكون اخوات. فو نقط دو زامي. تمام هتبقى فوزات اللي هي الأولى. فوزات دو زامي. رقم 7 تو نقط فرانسيز.
تمام هتبقى tu es français. tu es français. je نقط professeur هتبقى je suis professeur أنا أكون مدرس. علي نقط médecin. علي ده بيساوي il يبقى ايه يبقى علي ايه médecin. توم et جون نقط français ده طبعا اسم جمع يبقى بيساوي il avec s يبقى sont. توم et جون sont français. nous نقط trois amis تمام هتبقى nous sommes. ليو et toi vous هتبقى vous êtes des où يعني انتوا منين. بعد كده كان عندنا تصريف فيرب افوار، وفيرب افوار اللي هو بمعنى يملك، طبعا بنستخدمه مع الملكية او بنستخدمه لتحديد العمر. تصريف فيرب افوار اللي هو جي تيا إيلا إيلا. تصريف فيرب افوار اللي هو جي تيا إيلا nous avons vous avez ils ont elles ont. ده تصريف فيرب افوار، وبنستخدم فيرب افوار في ان انا بستخدمه مع الملكيه. يعني لو انا عايز اقول مثلا انا عندي اخ هقول جي ان فرير انا عندي اخ. عايز اقول مثلا هو عنده اخت يبقى هقول il a une sœur هو il a une sœur. عايز اقول انا معايا قلم هقول جي ان ستيلو. عايز اقول انا معايا كراسه اقول جي ان كاييه. عايز اقول احنا عندنا حصه فرنساوي اقول nous avons un cours de français. وكمان بنستخدمه مع العمر. الاول لو انا بسأل عن العمر بسأل بأداة استفهام اسمها كالاج كالاجاتي يعني ما عمرك كالاجاتي. ولما بنيجي نرد بنقول جي 15 جي 16 وهكذا. تعالوا مع بعض كده نحل أسئلة على فيرب être وفيرب avoir ولاحظ الفرق ما بينهم وركز جدا في الجمل اللي احنا هنحلها مع بعض. أول سؤال بيقول لي كالاج نقط تي طبعا هتبقى كالاجاتي نو نقط النوفالامي احنا ايه صديق جديد يبقى طبعا هتبقى احنا عندنا صديق جديد يبقى nous avons un nouvel ami. رقم 3 جي نقط إنساغ طبعا هتبقى جي إنساغ يعني أنا عندي أخت. رقم 4 إل نقط أن ستيلو هتبقى إيلا أن ستيلو هو معاه قلم. رقم 5 نو نقط كانزون إحنا إيه 15 سنة يبقى nous avons 15. رقم 6 فو نقط دو كاييه انتم ايه كراستين يبقى vous avez. رقم 7 سامي نقط ان اورديناتور اللي هو كمبيوتر يبقى سامي عنده كمبيوتر. طبعا سامي بيساوي ايه في التصريف يبقى سامي ان اورديناتور. رقم 8 نقط اي ان كوبين طبعا هتبقى جو اللي هي الاخيره. خلي بالك قلنا قبل كده ان الجو تتحول الى جي ابوستروف اذا جاء بعده فعل مبدوء بحرف متحرك طبعا تبقى جي ابوستروف اللي هي الاخيره. رقم 9 نقط ان كامارد طبعا تصريف فيرب افوار اللي هو مع الايل اللي هي بتبقى يبقى اقول إيلا ان كامارد هو عنده زميل. رقم 10 إل نقط ان كور دو فرونسي حصة فرنساوي يبقى هم عندهم ils ont un cours de français. تعال نشوف السؤال الثاني. رقم 1 بيقول لي ال نقط كونتونت. خلي بالك من تصريف فيرب افوار وفيرب اتر. طبعا انا بقول هي ايه مسرورة يبقى هي تكون يبقى اللي هي استي. رقم 2 ال نقط ان ليفر هي ايه كتاب يبقى هي عندها يبقى فيرب افوار يبقى إلا اللي هي الأولى. رقم 3 نو نقط دو ستيلو احنا ايه اقلام يبقى احنا معانا فيرب افوار يبقى نوز افون. طب احنا ايه تلاميذ إلاف يبقى احنا بنكون يبقى فيرب اتر يبقى نو سوم إلاف. فو نقط بروفيسور طبعا هتبقى فوزات هل حضرتك مدرس فوزات بروفيسور.
رقم 6 فو نقط 25 ans. طبعا برضو هل حضرتك عندك 25 سنة؟ يبقى vous avez. هنا استخدم فيرب avoir مع العمر. رقم 7 جون نقط une nouvelle maison. une nouvelle maison يعني منزل جديد، يبقى جون عنده منزل جديد، يبقى اللي هي الأخيرة. رقم 8 جون et sa famille. جون وعائلته عندهم منزل جديد، يبقى جون et sa famille ont اللي هي التانية